أعرفكم على مشروعي ببساطة. هو الحقيقة وإن كان طابعه موسيقي ولكن أساسا هو ثقافي للحفاظ على التراث السوري وإحياء الذاكرة والحفاظ على الهوية السورية في الظروف اللي كلنا بنعرفها بتمر فيها سوريا. هو بيمر على عدة مسارات. المسار الأول، أنا عندي مكتبة كبيرة من الكتب. في كتب يعني فيها موثق فيها كلمات وألحان قديمة، يعني هي من التراث عمرها 100 سنة ما ضلت بالتداول. في عندنا جزء إنه عم ناخذ هذه الكلمات ويعني بنغيّر عليها شوي لحتى تصير قابلة للتلحين ومن لحنها ومن نفسها. وفي كلمات اللي هي من التراث، هي ملك كل السوريين، أعيد إنتاجها بطريقة حداثية تكون مقبولة مليئة فيها حيوية قدمها للجيل الجديد بهدف الحفاظ على الذاكرة. فأيضًا عم ناخذ هذه الكلمات من أمهات الكتب مع ألحانها، وبنقوم يعني عزف الجملة اللحنية الأساسية فيها وإعادة أدائها. كمان أنا الحمد لله عندي صوت جيد ومؤدي جيد، وأستعين بالذكاء الاصطناعي لإضافة الأدوات، لأن إذا أنا بدي سجلها باستوديو هذا الموضوع بده يكلف كتير. فهذا المشروع قديم بالنسبة لي، فأنا وجدت في الذكاء الاصطناعي هي فرصة لتنفيذ فكرتي اللي هي فكرة قديمة بتكاليف قليلة. فالذكاء الاصطناعي ينحصر في إضافة الأدوات المناسبة، ويعني إعادة تشكيل الأغنية بطريقة موسيقية محترفة، لأن أنا بارفع له إياها بشكل بدائي. يعني مثلًا مثل ما شايفين أنا ممكن أعزفها، باعزف على الهارمونيكا وعلى الأورج. ممكن أختار الإيقاع وأؤديها كما يعني أريد، ومن ثم أستعين بالذكاء الاصطناعي بالاستديوهات الموجودة بإضافة التراكات، وأعدل وأبدل فيها. وهذا الموضوع يستغرق ساعات طويلة الحقيقة لحتى تطلع مثل ما بدي، لحتى تخرج آخر شيء مثل الأغنية اللي عم تسمعوها حاليا. طبعا في أغاني بديتهم من الصفر، وأيضا حصلت على حماية ملكية من الجهات، يعني هن أصبحوا موجودين على سبوتيفاي وغيرهم من الجهات. معظم الإنتاج، يعني إذا بدنا ناخذ الإنتاج ككل بما فيه التراث وحفظ الذاكرة، عم نحاول نقدمه من خلال حفلات اللايف. وبدأنا يعني خلال الشهرين الماضيات برسم هوية بصرية محددة للقناة لتعبر عن الأفكار الموجودة فيها، أو عن مهمتها وحقيقة مهمتها والهدف المرجو منها. وبلشنا نرفع هذه الأغاني تباعا، ورح نستكمل رفع الأغاني. تقريبا كل الأغاني عندنا تقريبا بحدود 100 أغنية أصبحت جاهزة. للعلم نحن صرنا أكثر من 6 شهور عم نشتغل على هذا الموضوع. فإذا القيمة المضافة أنا برأيي قيمة كبيرة، يعني عم تاخذ منا وقت وجهد طويل. برجع بذكر إنه نحن الهدف تقديم المتعة، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على الذاكرة والتراث، وهو مشروع ملحق بقناة نضال معنوف للحفاظ على الهوية والتراث السوري. حتى في قناتي الأساسية بتشوفوا كتير في من الفقرات التاريخية. الموسيقى هي يعني تؤدي هذه المهمة بمغلفة بالمتعة وأقرب للناس. فكان أنا هدفي أنه أعيد تذكير الناس بهويتنا السورية. حتى إذا بتلاحظوا بالقناة اشتغلت على إعادة إنتاج شارات المسلسلات، على التذكير بأفلام كرتونية اللي كنا نحضرها نحن وصغار، بالإضافة للأغاني اللي عمرها 30 و40 سنة وكانت هي موجودة في وجدان السوريين والآن اندثرت، أعيد إنتاجها مرة ثانية بطريقة يعني مقبولة، وخاصة وأركز على الجيل الجديد لتبقى هذه الموسيقى وهذه الذاكرة حية، ويعني تعيش في وجداننا. ربما نحافظ على بقاء الدولة السورية، ويعني سوريا كما أمل.